طبعا انت هتسألني مين حضرتك؟ انا صلاح كمال نجيب ابو ادم، الوديعة اللي كان موكلني عليها ربنا واستردها يوم الحادثة. طبعا انا افتكر يوم ولادة ادم في المستشفى، يعني موقف ظريف يعني. خدته من اوضه الولاده ورحت بيه لعلا الماضي. كانت لسه يا دوبك كده يعني بتفوق من البنج، فشدته على ايدي وقربت منها وسالتها سؤال بمنتهى الجديه: ده بكام؟ قالت لي: ايه اللي انت بتقوله ده؟ قلت لها: لا بجد صحيح، ده بكام؟ تمنه كام ده؟ بكام ده؟ بكام؟ قالت لي: ما يتقدرش الثمن. قلت لها: بس هو ده اللي انا كنت عايز اسمعه منك. اغلى حاجات في حياتنا ما دفعناش فيها ولا مليم، وادفع حاجات في حياتنا دفعنا فيها فلوس كتير قوي، بس طلعت الفلوس ما بتشتريش الا كل رخيص وملوش قيمه. ولادنا اغلى حاجه في حياتنا، نعمه كبيره قوي من ربنا. وادم زي ما كان نعمه كان مدرسه، اتعلمت منه كتير. اتعلمت منه ازاي اكون احسن بجد. انا ما فقدتش ادم لسه عايش معايا، ادم لسه جنبي، وما زلت بتعلم منه ان اكون احسن بجد، علشان اقدر اروح له نفس المكان اللي هو قاعد فيه دلوقتي. ولادنا نعمه كبيره قوي قوي. يا ريت نعرف ان مفيش اي حاجه في الدنيا تستاهل، لا فلوس ولا متع ولا اي حاجه تستاهل ان نخسر عيالنا وهم لسه عايشين وسطينا. انا بضم صوتي لصوت يحيى. لازم كل اب يوم ما ضناه يتولد يشيله ويقف فيه قدام ربنا ويقسم قسم الابوه: اقسم بالله العظيم الذي رزقني هذا الطفل واوكلني على رعايته ان اعمل جاهدا على نفسي ومنكرا ذاتي لابني فيه انسانيته ليكون صالحا لوطني ولنفسي. يا ريت نعمل ده.